يا مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده اول يوم انزل فيه بقالي فتره كتيره جدا، من قبل العمليه ما نزلتش. وبالصدفه البحته كان في فيلم زي الطيور، صديقتي اسراء الكسباني من الورشه بتاعه التصوير التراث المعماري، وناس حبايبي جدا من مبدعين اسكندريه، ليهم كذا فيلم النهارده في السينما بتاعه الاوبرا. وبالصدفه البحته انا كنت تعبانه وطلعت خلصت الانتظار وقلت لاسراء يا اسراء هستناكي في مكان. ففي كافيه هنا، في كافيه الناحيه الثانيه بحب اقعد فيه جدا، وقعدت شربت شاي عندهم، بس انا مقله قوي فشربت جزء شاي وقلت ادخل اقعد في المكان ده. بقالي كتير جدا ما جيتش، يعني يقولوا مثلا ما جيتش من 2015 هنا. بالصدفه البحته دخلت كلمت شابين لطاف جدا اسمهم يوسف بقول لهم عايزه اشرب عندك ينسون، عملوا لي ينسون. وبعدين دخلت لقيت كتابي هنا، وكنت مبسوطه جدا ان كتابي موجود بين انا بنت الوحيده بقى وما بين ايه كتاب احمد خالد مصطفى، احمد مراد طبعا انا بيك فان ليه، احمد خالد مصطفى صديقي العزيز، حسن الجندي، محمد صادق، كل الكتب احمد مراد وحسن الجندي ليه كتابين. المهم يعني انبسطت قوي. وفي كتاب برده هنا تحت بتاع محمد ابو نوير، انا ما اعرفوش بشكل شخصي بس عامل روايه شكلها حلو. المهم انا انبسطت ان انا البنت الوحيده، ده اول حاجه. تاني حاجه انبسطت كمان من حاجه حلوه قوي بقى. بصوا بقى، عاده الناس بتزعل لما تلاقي ان كتابها حد فرط فيه. انا لا بقى، قول لي ليه. اولا الكتاب كان موجود لشخص انا كنت عامله له فيه ده اسمه امير، اوكي، والكلام ده كان يوم 8/2/2017. انا ما زعلتش خالص، شكرا يا استاذ امير ايا كان انت مين. ليه بقى؟ عشان ده فيه هداك جديد مني للمكان هنا، لقيمه وسيمه تحديدا، ومبسوطه ان كتابي عندهم وان هم بيشجعوا الثقافه والقرايه، دي حاجه حلوه قوي. ويا رب كتابي يكون حاجه عظيمه والناس تقراه. بما ان انا مش مشهوره قوي بموضوع الكتابه، انا عارفه ان انا مشهوره اكتر ان انا اعلاميه، بعمل فيديوهات، بلوجر، بالمبادره بتاعت احتواء مصاب الحروق. انا عارفه ان انا مشهوره اكتر بدي. موضوع الكتابه انا عارفه ان انا ما بقتش مشهوره بيه قوي، بس حاجه عظيمه ان انت تدخل تلاقي كتابك. كم حد من مرتدي المكان هنا دخل وقرا الكتاب او سرش عليا على الفيسبوك في اي مكان وقدر حاجه يعني تعجبه. دي حاجه عظيمه قوي، مبسوطه بيها. تعالى يا يوسف، تعالى يا يوسف، اعرفكم على يوسف اللي ماسكين المكان هنا. انبسطت بيهم جدا، وبصراحه ناس محترمه وجميله. قولوا لهم بقى عن تجربه المكان هنا. يوسف اتفضلوا. مساء الخير. هو المكان هنا كان قديم قوي. تعالوا بقى تعالوا هنا عشان نور شويه، عايزين مكان فيه نور شويه. تعالى يا يوسف، تعالى يا يوسف هنا عشان النور. تعالى. المكان معمول من 1940 وكان الكافيه. والله دي اول مره اعرفها بقى. تعالى يا يوسف، تعالى. المكان يعني بيتكلم عن الثقافه، والمكان كله يعني بيتكلم عن الزمن القديم. انتوا كل نظام هنا. انا بص، انا كنت باجي المكان هنا 2015، ما اعرفش هل فتح من قبل كده ولا لا. بالديزاين الجديد او بالشكل الجديد كان 2015 انا فاكره، صح كده؟ صح. وبعدين فتره لقيته مش موجود، وبعدين رجع تاني 2017 2018 حاجه كده. صح. من الفتره دي انا ما جيتش بصراحه عندكم هنا، والصدفه البحته قادتني ان انا اجي عشان انبسط بيكم وانبسط بالكتاب. وبصراحه المكان حلو قوي وهيعجبكم. بصوا انا هاخدكم كده في المكان. بصوا دي ثلاجه قديمه شكلها حلو قوي. طبعا المكان طبعا شكله قمر قوي، وفي هما بيجددوا على فكره، يعني برضو هيجيبوا حاجات حلوه جديده. المكان قعدته حلوه قوي، اسعاره مناسبه، الديزاينز بتاعته حلوه. بصوا دي اجزاء من افلام عربي قديمه. وبصوا هنا، تحبوا تقولوا حاجه كمان؟ لا حاجه اللي انت دورتي. لا انا كمان عاجبني اصلا. تعالوا اوريهم التيشيرت بتاعك. قيمه وسيمه سنه اسمه قيمه وسيمه من زمان يا يوسف، بجد والله. طب كان فاتح امتى؟ كان فاتح 1940. كان فاتح ايه بقى؟ كافيه برضو؟ كان كافيه برضو والله، كافيه صغير على قده كده، كان تبع الاوبرا. والله بس اصلا الاسم حلو قوي والمكان ديزاين حلو. وانا عارفه ان انتوا اصلا بتجددوا، يعني هتعملوا برضو شويه حاجات قديمه تاني، صح كده؟ صح. ايه اللي عندكم بقى تاني؟ عرفوا الناس. مشروبات؟ في ريستوران، في اكل ولا شرب بس؟ شرب بس. زي بس موكا، ايس لاتيه، حاجات سخنه كلها والساقع وحاجات ساقعه.
والمكان كده بسيط بيولع بقى الاغاني الراقيه بتاع زمان والجو ده زي شغل الاوبرا صح. تعالى انت الجريد بتاع جوه تعالى. بصوا انا بصور بتليفونهم عشان تليفوني فاصل وهم يبعتوا لي فيديو وان شاء الله هننشره في كل حته. انبسطت بيكم، سعدت بيكم جدا، مبسوطه اكتر بجد والله يعني. انا مبسوطه ان كتابي عندكم هنا وان شاء الله الفيديو يبقى معايا وانشره لكم على كل المنصات اللي عندي باسم هند البنا. مبسوطه بجد بالتجربه الحلوه والصدفه الجميله دي. باي 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 يا شباب، باي باي باي. وانا مبسوطه قبل اي حد يعني ان كتابي هنا. بصوا الجمال يعني كتابي هنا وصدفه جميله وحاجه حلوه. وشكرا يا امير ان انت اتحت لي ان كل حد هنا يقرا كتابي. دي شكرا، دي ميل انا مش عارفه اقول لك ايه عليه. انت فرطت في كتابي بس في مليون حد جه هنا وقعد وقراه. شكرا، باي.